مساء الخير، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص عمالقة كرة القدم. حصة اليوم سنخصصها للاعب الدولي المغربي، لاعب فريق موناكو الفرنسي إلياس بن صغير. الاسم إلياس بن صغير. المركز جناح أيسر في فريق موناكو بالدوري الفرنسي. الولادة 16 فبراير 2005 في مدينة جاسين في فرنسا. الهوية الدولية بطل فرنسا في فئات الناشئين، ثم اختار اللاعب لمنتخب المغرب بداية من عام 2024. نعم، يبدو أن انتقال إلياس بن صغير في طريقه إلى الحدوث فعلا. أحدث ما ورد في التقارير يشير إلى أن جناح نادي موناكو المغربي إلياس بن صغير 20 عاما قد توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي باير ليفركوزن الألماني حول انتقاله هذا الصيف، بل إن موناكو دخل في مفاوضات متقدمة لإتمام الصفقة، مع توقع أن يتم حسمها قريبا. في المقابل، تشير تقارير سابقة إلى رغبة برشلونة في التعاقد معه عبر صفقة تبادلية، لكن يبدو أن هذا الطرح فقد زخم، وبين أن الوجهة الأرجح حاليا هي ألمانيا. فيما يخص الأخبار الأخيرة عن انتقال اللاعب إلياس بن صغير، الاتفاق الشفهي تم التوصل إلى اتفاق شخصي مع باير ليفركوزن. حالت المفاوضات مع موناكو متقدمة، ومن المتوقع حسم الصفقة قريبا. عروض أخرى برشلونة أعرب عن اهتمامه سابقا، ولكن لن تتطور الصفقة بما يكفي لاعتبارها مرجحة حاليا. إذن انتقال إلياس بن صغير قد يحدث، وبصورة قوية هو في طريقه إلى باير ليفركوزن. بالنسبة للاعب نفسه، فرصة لتطوير مستواه في موناكو. عانى بن صغير من قلة الدقائق بسبب خلاف مع المدرب وقوة المنافسة. الانتقال إلى ليفركوزن يمنحه فرصة للعب أكثر في بطولة قوية مثل البوندسليغا. تجربة جديدة. الانتقال من الدوري الفرنسي إلى الألماني سيعطيه خبرة مختلفة مع مدربين يهتمون كثيرا بتطوير اللاعبين الشباب. خليفة مواطن أمين عدلي. ليفركوزن يعتبره البديل المباشر لعدلي الذي غادر إلى بورنموث الإنجليزي، أي أنه مرشح لدور مهم في الهجوم. بالنسبة لنادي باير ليفركوزن، تعزيز خط الهجوم. النادي يحتاج لجناح مهاري وسريع، وبن صغير يملك هذه الصفات. سياسة النادي ليفركوزن مشهور بتكوين وصقل النجوم الشباب. التعاقد مع بن صغير ينسجم مع هذه الاستراتيجية. بالنسبة لموناكو، خسارة موهبة شابة. رياضيا هو خسارة لأنه من أبرز خريج أكاديمية النادي. مكسب مالي كبير. العرض قد يصل إلى 35 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم يساعد النادي في صفقات أخرى. بالنسبة لكرة القدم المغربية، إضافة قيمة للمنتخب. اللعب في البوندسليغا سيطور قدراته البدنية والتكتيكية، ما يفيد المنتخب المغربي. رسالة للشباب المغربي: انتقال إلى بطل ألمانيا الحالي يثبت أن اللاعب المغربي قادر على الوصول إلى أندية كبيرة في أوروبا. خلاصة، انتقال إلياس بن صغير إلى باير ليفركوزن يعني فرصة ذهبية للاعب ليطور نفسه ويأخذ مكانة أساسية. مكسب رياضي لليفركوزن ومكسب مالي لموناكو. دفعة قوية لصورة اللاعبين المغاربة في أوروبا.